اهلا بكم في الفيديو رقم 6 من سلسله تعلم اللغه الانجليزيه من الصفر. في الفيديو ده هنتكلم مع بعض عن الاهداف الخاصه بالتعلم. كتير مننا بيقعد يتعلم انجليش بس هو مش عارف هو بيتعلم ليه. ما ينفعش اكون قاعد بذاكر وانا مش عارف انا بذاكر ليه. هو انا بذاكر انجليزي ليه وعايز اطور الانجليزي ليه؟ هل في اهداف معينه عايزها ولا انا بطورها كده يعني حبا فيها؟ لا، اكيد في اهداف انت عايز توصل لها. الاهداف بتختلف من شخص لآخر وبتختلف حسب انت عايز تطور الانجليزي ليه. ففي ناس بتبقى عايزين يطوروا اللغه بتاعتهم علشان يساعد نفسه في الدراسه، بيدرس مواد باللغه الانجليزيه زي ناس اخواتنا وزمايلنا اللي في طب وفي هندسه ولغات وترجمه، تربيه قسم لغه انجليزيه. كل دول بيدرسوا المواد بالانجليزي، فهو عايز يرفع مستواه علشان يسهل الدراسه عليه، عايز يخلي الموضوع افضل، عايز يجيب درجات عاليه، عايز يقدر يتخرج بتقدير عالي. لكن في اهداف تانية مختلفه تماما، وهي الاهداف المربوطه بالشغل، البيزنس. فانا هنا محتاج ان انا اتعلم الحاجات اللي تساعدني اتعامل في بيئه العمل، في الورك انفايرمنت، الحاجات اللي تساعدني اقدر اعمل انترفيو، اقدر ان انا اتعامل مع الاتش ار، اقدر ان انا اعدي من اي مقابله عمل سواء كانت في التليفون سواء كانت فيس تو فيس. فانا هنا بتكلم على مهارات فورمال لانجويج، محتاج اركز على الفورمال فريزز، محتاج اركز على اللغه اللي هي مرتبطه بالشغل. كل هدف بيبقى ليه منهج خاص بيه وليه مسار خاص بيه عشان اقدر اطوره. في ناس تانية عايزه تسافر، فهو عايز يعيش في دولة أوروبية، عايز يهاجر، يبقى أنا كده محتاج أركز على حاجات تانية مختلفة تماما. محتاج إن أنا أتعلم real life situations language، اللغة اللي ليها علاقة بالحياة العملية والتعامل اليومي عشان أقدر أتعامل مع اللي حواليا. محتاج إن أنا أدرس IELTS، الآيلتس اللي هو هيساعدني إن أنا أهاجر، سواء بقى عايز أروح كندا، عايز أروح أي دولة أوروبية، فمحتاج إن أنا أدرس لايكس. بس كده، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتفرج على بقية السلسلة لو ما كنتش شفتها، واشوفكم على خير. سلام.